اسمي كريم، عندي 35 سنة، ساكن في شقة لوحدي في عمارة من العماير القديمة. عمارة هادية، ومن كتر هدوءها بيقولوا عليها عمارة الأموات. من يوم ما سكنت في العمارة دي وأنا عارف إن الشقة اللي قصادي دي فاضية 3 سنين كاملين، بابها مش بيفتح لحد. لكن اللي حصل أول امبارح خلاني بقالي يومين قافل على نفسي الشقة، خايف أخرج منها. كنت قاعد بتفرج على التلفزيون، سمعت صوت تخبيط جامد قوي على الباب. في الأول كنت فاكر التخبيط ده عندي، قمت أبص من العين السحرية أشوف مين اللي بره، بس اتفاجئت إن التخبيط مش عندي. لقيت واحد واقف قدام الشقة اللي قصادي بيديني ظهره وعمال يخبط بطريقة مفزعة. استغربت، قلت يمكن جاي شقة غلط، لأني زي ما قلت الشقة محدش ساكن فيها. وقبل ما أحط إيدي على المفتاح وأنا ناوي أقوله إن مفيش حد في الشقة دي، اتفاجئت إن باب الشقة اللي هو واقف قدامها بيتفتح. اندهشت وتراجعت عن قرار فتح الباب، قلت أراقب إيه اللي بيحصل من بعيد، يمكن في سكان جداد أجروا الشقة. بس اللي حصل كان غريب، باب الشقة اتفتح أو اتوارب شوية صغيرين من غير ما يظهر شكل اللي فتحه. دخل الشخص اللي كان بيخبط، بس قبل ما يدخل لقيت وشه اتلف 180 درجة من غير ما يحرك جسمه، بمعنى وشه لف لدرجة إن عينه بقت مكان قفاه وجسمه ثابت. لف وبصلي، بس مش دي المشكلة، ده مش شكل إنسان. أعصابي ثابت وجسمي ارتعش وعيني وسعت على آخرها. شفت وشه كله ندبات عميقة وكبيرة، عيونه مرسومة بالطول وملوش مناخير. بصلي كأنه شايفني، لدرجة إني بعدت عن العين السحرية بسرعة أول ما بص عليا. أنا في حالة صدمة، ذهول، مش عارف اللي شفته ده كان حقيقي ولا أنا بتهيألي. رجعت بصيت تاني على باب الشقة، لقيته اتقفل ومفيش حد واقف. فضلت أبلع ريقي من الخضة اللي اتخضتها، ومسكت الموبايل واتصلت على عم توفيق بواب العمارة، سألته هو في حد سكن جديد في الشقة اللي قصادي. رد عليا باستغراب وقال لي ولا جديد ولا قديم، هي الشقة الفقر دي حد بيعتبها؟ فبسرعة حكيت له اللي حصل. الراجل كان مندهش ومش مصدق، وأكد له إنه قاعد قدام العمارة من بدري وما شافش حد دخل بالمواصفات دي. وفي النهاية رد عليا بنوع من السخرية وقال لي تكونش اللي شفته ده عفريت. رده استفزني وطلبت منه يطلع بسرعة يشوف مين اللي دخل الشقة، ليكون في حرامي في العمارة. بصراحة المنظر اللي شفته كان مأثر على أعصابي، مستحيل كان ممكن يجيلي نوم من غير لما اطمن. طلع البواب بالفعل ومعاه مفتاح الشقة، وانا من العين السحرية براقب اللي بيحصل. كنت خايف اخرج قبل ما هو يخرج من الشقة. فتح الباب ودخل، اختفى من قدام عيني، بس فجأة لقيت الباب اتقفل وراه بهدوء شديد. عدى دقيقة، التانية، التالتة، نص ساعة كاملة وتوفيق جوه، لا حس ولا خبر. ضربات قلبي بقت سريعة والتوتر زاد. مسكت الموبايل اتصل بيه اطمن هو دخل ومخرجش ليه. لقيت الخط فتح وانا عمالة اقول الو الو، محدش بيرد، لحد ما سمعت صوت خارج من التليفون، صوت مرعب. كان حد بيرتعش واسنانه بتخبط في بعض. وبعد ما كانت نبرة صوتي عصبية لحد ما بسبب انه ما كانش بيرد، اتغيرت لنبرة هادية ومرتعشة. الو، عم توفيق، انت كويس؟ رد عليا. فضل يتكرر نفس الصوت وانا ماسك التليفون في ايدي وبسمع، وجسمي متلبش وباصص من العين السحرية تحسبا لأي حاجة ممكن تحصل، عشان فجأة ألاقي المكالمة فصلت من عنده ورجع يتصل تاني، بس كان بيتصل فيديو كول. بسرعة فتحت عليه،
بس اللي شفته ما كانش يصدقه عقل. قلبي كان بيدق بسرعة وعيني وسعت على آخرها. توفيق واقف في البلكونة بتاعت الشقة وعمال يرجع بظهره، وكان حد ماسك الموبايل وبيصوره. كان خايف وعمال يترجى حد ويطلب منه يرحمه يسيبه يعيش. وشه كان عليه علامات مش قادرة أوصفها. فضل يرجع بظهره ناحية البلكونة لحد ما لزق فيها. بص على الشارع ورجع بص قدامه للشخص اللي بيصوره، كأن الموت كان عنده أهون من اللي شايفه. توفيق نط. سمعت صوت الارتطام كان زي القنبلة. شهقت ورميت الموبايل من ايدي وانا رافع ايدي الاتنين لفوق قدام وشي من الخض. جريت بسرعة على البلكونة عشان الاقي ناس كتير تحت العمارة حوالين جثة توفيق. انا في ذهول، رعب، مش قادر اوصف الصدمة اللي كنت عايشها في اللحظة دي. عمالة ابص تحت وارجع ابص ورايا، خايف حد يدخل لي الشقة. انا مش فاهم حاجة، مش عارف ايه اللي بيحصل. فجأة وانا في الحالة اللي كنت فيها وانا عمالة ابص ورايا وارجع ابص تحت زي المجنون، نظري ثبت على الشارع. لما شفته هو نفس الشخص، لا قصدي نفس الكائن، مش بشر، واقف وسط الناس رافع دماغه وفضل يبصلي. غريب ان محدش كان شايفه. كان واقف على جثة توفيق وعمال يبصلي بطريقة مرعبة. فضلت اصرخ واشاور عليه بحاول انبه الناس، بس كانوا مفكريني مجنون او في حالة صدمة من منظر الجثة. وهو عمال يبص علي ويبتسم ابتسامة مرعبة، بقه جواه سائل لزج سميك شبه الرغاوي. قفلت البلكونة بسرعة وجريت على باب الشقة قفلته، وفضلت قاعد على الأرض جنب الباب. قلبي هيقف من الخوف، حاسس إنه هيدخل عندي في أي لحظة. أنا بقالي يومين قاعد قدام باب الشقة مش قادر أفتحه. كل شوية أقوم أبص من العين السحرية. الغريب إني لسه سامع صوت توفيق جاي من جوه الشقة، شوية بيعيط، شوية بيضحك، وشوية بيصرخ. الأغرب إن رقمه لسه بيرن عليا فيديو كول، بس أنا مش هرد عليه. أنا خايف. لسه ما خلصتش. ودي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تعيشوا معانا الرعب بكل تفاصيله.